لو انت بياع واول حاجه بتعملها ان انت بتقعد تشرح مميزات المنتج بتاعك للعميل، يوسفني اقول لك ان انت بياع مش شاطر. تعالى بقى اقول لك البيع الشاطر بيعمل ايه. سواء كنت بتبيع عن طريق التليفون او عن طريق الايميل او فيس تو فيس او اي طريقه بتبيع بيها، انا هقول لك على مجموعه من الخطوات هتبقى ثابته معاك في كل عمليات البيع. هقسم لك عمليه البيع لثلاث مراحل. اول مرحله هنسميها هي البري كول او المرحله اللي هي قبل البيع. ثاني مرحله هي مرحله الكول نفسها او مرحله البيع، واخر مرحله هي البوست كول او عمليه ما بعد البيع. في البري كول احنا بنعمل حاجه مهمه قوي اسمها البروسبكتنج. دي وظيفتها ان انت بتدور فيها على العميل بتاعك وتحدده وتعرف هتعمل معاه ايه بالظبط. والبياع الشاطر يا جماعه عامل زي الصياد. انت قبل ما تروح تصطاد السمكه بتجهز العده بتاعتك كويس قوي، وبعدين تروح تختار المكان اللي هتصطاد فيه عشان تعرف تصطاد. بالظبط ده اللي بيحصل مع البياع الشاطر في مرحله البري كول. هو بيحضر كويس قوي، هو عاوز انهي عميل بالظبط وهيدخل له بانهي طريقه وهيبيع امتى وازاي وفين وبكام. تاني مرحله هي مرحله الكول. لما بتوصل للعميل اللي انت عاوزه، اول حاجه بنعملها في مرحله الكول او مرحله البيع حاجه بنسميها هي الابروتش. الابروتش هي الدخله بتاعتك مع العميل، يعني هتتكلم معاه ازاي، هتجذب انتباهه ازاي. لازم العميل يشد ليك ويحب ان هو يسمعك. تاني مرحله هي مرحله النيد ديسكفري. لازم تكون بتعرف تسال العميل بتاعك اسئله كويس عشان تعرف هو محتاج ايه، وانت هتوظف المنتج او الخدمه بتاعتك للعميل ده ازاي. لما تعرف النيد ديسكفري لازم تعمل لها بعد كده ساتسفاكشن، يعني تعمل ارضاء للعميل حسب مميزات المنتج او الخدمه اللي انت بتقدمها. ثالث خطوه معانا هي البرزنتيشن او المرحله اللي بتعرض فيها المنتج بتاعك على العميل، سواء بتعرضه بقى في التليفون او بتعرضه فيس تو فيس. فانت بتعرض مميزات المنتج بتاعك للعميل حسب النيدز او الاحتياجات اللي العميل قالها لك وانت عرفتها منه من شويه. كده احنا خلصنا البيع؟ اكيد لا. الحياه مش بتمشي زي ما احنا عاوزين ومش بتمشي دايما بصوره سلسه. هتلاقي عميل طالع بيقول لك المنتج بتاعك غالي، المنتج بتاعك موجود بره بسعر اقل، المنافس بيقدم عرض احسن، انا مش عايز اشتري دلوقتي. تلاقي فيه اعتراضات كتير. وهنا دورك كبياع شاطر ان انت تدخل بالسلاح الفتاك او السلاح القاتل وهو الهاندلنج اوبجكشن. لازم تكون بتعرف ازاي تهندل الاعتراضات بتاعه العملاء بتوعك كويس جدا، وتعرف ان تخلي العميل بتاعك يكون مقتنع ان المنتج بتاعك هو افضل منتج واحسن منتج باحسن سعر. اخر حاجه معانا هي مرحله كلوزنج. كلوزنج هي مرحله ان انت بتتم فيها البيعه، ودي هنا عايز اقول فيها ملحوظه مهمه. الكلوزنج مش لازم يحصل دلوقتي، يعني ناس كتير قوي بتستعجل ان الكلوزنج يحصل دلوقتي والعميل يشتري حالا. في عميل هيشتري معاك دلوقتي، وفي عميل هيأجل الشراء محتاج خطوه كمان، يا اما هيأجلها بكره يا اما الاسبوع الجاي. خلي بالك طويل مع العميل، مش لازم تقفل كل حاجه دلوقتي. اخر مرحله هي مرحله البوست كول. بعد ما خلصت كل حاجه سواء العميل اشترى او ما اشتراش، لازم اقعد مع نفسي واحلل كويس قوي الافكار بتاعتي واشوف انا وصلت للتارجت اللي كنت عاوزه ولا ما وصلتلوش. هل عملت حاجه غلط ولا عملت كل حاجه بصوره صحيحه؟ طب لو عملت كل حاجه بصوره صحيحه ازاي اتابع مع العميل بعد كده؟ طب لو عملت حاجه غلط يبقى ازاي احسن من نفسي عشان المره الجايه؟ اكتب لنا بقى في الكومنتات كبياع شاطر ايه المهاره المطلوبه عشان تتعامل مع المواقف اللي فاتت، واستنونا في الفيديو الجاي عشان نكمل باقي مراحل البيع.